عندما يكون العدل قشرا لتغليف الحقيقة، فيستتر الظلم والطغيان، وتتناثر أوراق الاستبداد الصفراء. طفولة وشباب أبحرت على ظهر بحر الكد والكفاح، قاست من قدر اليتم الذي صنعه الطغاة، خالية من الحب كبيت عنكبوت واهن لم يحميه العدل. كفتا ميزان العدل اختلتا بشبح الجشع الشره. أعادتنا سحر الرشيد إلى زمن العصور الوسطى، لتروي لنا قصة شعب تفنن في إبادته الطغاة. سجلوا أبشع القصص، فكان للأطفال النصيب الأكبر. تركوا اليتامى دون رحمة، صرخوا ولم يسمعهم إلا الموتى. فالآذان صمت، والأفواه بالجوع والخوف كممت. فكان رمزي وكان مالك بطلا هذه القصص، يصارعان الصعاب، لم يمتطيا حصان الجشع، بل أبحرا في العلوم، كافحا لنيلها، اتسما بالزهد والإنسانية والخلق الحسن. لكن حظهم العاثر وضعهم في طريق آمال الطغاة، لينالوا منهم ويسجلوا عليهم الذنب وهم أبطال، فطبقوا عليهم عدلهم المشوه في حياة فانية. عدل الطغاة رواية جديدة للكاتبة سحر الرشيد، صدرت عن دار الأديب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.